إذا انسرق آيفونك وهو مقفول لا تعتقد أن رمز الدخول بيحميك، لأن إذا أي حد عرف رمز الدخول يقدر يغير إعدادات خطيرة وبثواني. فعشان كذي الآيفون فيه 4 إعدادات إذا فعلتها والسارق معاه رمز الدخول الخاص في جهازك ما بيقدر يتحكم أو يسيطر على الجهاز. أول شيء عشان تفعل هاي الإعدادات افتح الإعدادات، بعدها ادخل على اسمك، بعدها تحديد الموقع، بعدها العثور على آيفون وفعل هاي الميزة، وتأكد بعد من تفعيل شبكة تحديد الموقع وإرسال آخر موقع. الحين ارجع للخلف وادخل على بصمة الوجه ورمز الدخول، اكتب الباسكود الخاص في جهازك وانزل شوي تحت لين حماية الجهاز المسروق وفعل الميزة بهالشكل. بعدها ارجع للخلف لين إعدادات السماح بالوصول عند القفل، وقفل عندك موجز اليوم والبحث، مركز الإشعارات، مركز التحكم، أدوات شاشة القفل، الأنشطة المباشرة، سيري، الرد بالرسالة والمحفظة. وايد مهم انك تقفل هاي الخيارات عشان جهازك لو كان مقفول الطرف الثاني ما يقدر يتحكم في الإشعارات، ما يقدر يتحكم في مركز التحكم وباقي التفاصيل. الحين آخر شيء نرجع للإعدادات، بعدها الخصوصية والأمن، وانزل تحت لين التحقق من الأمان. والحين افتح إدارة المشاركة والوصول واضغط متابعة، بعدها موافق. هني بتشوف كل الأشخاص أو حتى التطبيقات اللي عندها صلاحية وصول لبياناتك. أي شيء تشوفه غريب وغير مألوف امسحه بشكل مباشر.